جربت قبل كده تعيش الرعب جوه البحر؟ كلنا بنحب البحر، والنهارده هاخدك في رحلة هتشوف فيها البحر بشكل تاني، لأنك هتعيش القصة كواحد من أفرادها. تخيل معايا إنك فوق سفينة لوحدك في عرض المحيط، مفيش أرض على مد البصر ولا حتى سفينة نجاة، مش شايف إيه اللي تحت رجلك بس حاسس بيه. والرعب هنا مش إنك لوحدك، الرعب الحقيقي إنك مش لوحدك وفي حاجة بتبص عليك ومستنية اللحظة المناسبة اللي هتسحبك فيها. النهارده هاخدكم في حكاية لم ينجو منها أحد. البحر هو أكبر مقبرة بشرية عرفها التاريخ، مقبرة ملهاش شواهد ولا قبور. تحت السطح الأزرق الهادي ده ملايين الجثث وملايين السفن الغرقانة، ومخبي جواه أسرار بقالها ملايين السنين. والنهاردة هرجع معاكم لسنة 1888 وهنطلع على سطح السفينة الشراعية أوزيمانديس، سفينة في رحلتها الأخيرة اللي ما رجعتش منها أبدا. السفينة أوزيمانديس كانت تحفة بحرية في وقتها، 3 صواري ضخمة جدا وجسم مصنوع من خشب البلوط القوي، وريحة الفحم اللي بيولع والحبال المبلولة كانت الريحة الرسمية على السفينة. السفينة كانت بتتكون من 25 فرد عايشين عليها، ورجالة كلهم متنقيين على الفرازة، ناس ما بتخافش من المحيط أو أي حاجة ممكن تظهر فيه، وشوشهم باين عليها القوة، حتى جلودهم محروقة من الشمس اللي عاشوا فيها. الرحلة بدأت من ميناء في غرب أفريقيا ومتجهة للبرازيل، ودي رحلة طويلة في المحيط الأطلسي. كل شيء كان طبيعي في الأسبوع الأول، روتين البحر الممل، ورديات مراقبة، صوت الرياح اللي بتضرب الشراعات، ومفيش أي حاجة جديدة عن الموجودين. لكن حاجة واحدة بس اللي ما كانتش طبيعية على السفينة. في عنبر السفينة كان في صندوق خشب أسود متقفل بسلاسل حديد، ومحطوط عليه شمع أحمر بختم غريب جدا، وشكل الصندوق ده محدش شافه قبل كده. وكابتن السفينة في الوقت ده الكابتن هنري مورجان أصدر أمر بعدم الاقتراب من الصندوق ده تماما، وعين على الصندوق حراسة لمدة 24 ساعة، ممنوع الاقتراب من الصندوق لأي سبب كان، حتى لو السفينة بتغرق. وكان الأمر مريب بالنسبة للبحارة لدرجة إن هم بدأوا يتهامسوا بينهم وبين بعضهم، يا ترى الصندوق فيه إيه؟ وليه الكابتن مصمم كده إن محدش فينا يقرب منه؟ طب يا ترى إيه اللي في الصندوق؟ دهب، كنوز، سر محدش فينا عارف عنه حاجة. واستمرت التساؤلات دي لحد آخر يوم على السفينة. واحد من البحارة القدام على السفينة دي وكان لقبه وسطهم أولد جاك أو جاك العجوز، كان متعود دايما يقف على سطح السفينة ويبص للبحر ويردد بكلمات مش مفهومة لكل زمايله اللي على السفينة. بيقول ريحة الهواء اتغيرت، دي مش ريحة المطر، في ريحة غريبة موجودة على السفينة، والريحة دي جاية من تحت، ومحدش هنا كان فاهم هو يقصد ايه، والريحة دي عبارة عن ايه، او تحت فين. واستمر على كلامه ده وطريقته المريبة لحد ما وصلوا منطقة اسمها منطقة الركود. بعد اسبوعين السفينة دخلت في منطقة في نص المحيط اسمها منطقة الركود، والمنطقة دي كابوس بالمعنى الحرفي لأي سفينة شراعية. الرياح بتتوقف تماما، البحر بيتحول لمراية ساكتة وما بيبقاش فيه حتى موجة واحدة، وبالتالي مفيش رياح، ودرجة الحرارة في الوقت ده بقت لا تطاق. هدوء البحر حواليهم، وكل عمال السفينة قاعدين هادين ومفيش غير صوت أنفاسهم وبعض الأصوات على فترات لخشب السفينة وهو بيتمدد من الحرارة. في اللحظة دي أوزيمانديس اتحولت لسجن عائم، وفي وسط الهدوء ده بدأوا يسمعوا أصوات. في البداية كان صوت خربشة بسيطة جاية من العنبر، زي ما يكون فار مثلا بيحاول يخرج من صندوق. والحراس اللي كانوا متعينين يحموا الصندوق اشتكوا للكابتن من الأصوات دي، وقالوا احنا سامعين صوت حاجة بتخربش جوه الصندوق، وسامعين كمان صوت تنفس جواه. فالكابتن مورجان رد عليهم وقتها وقال لهم ان دي كلها تهيؤات، وان درجة الحرارة خلتهم يسمعوا أصوات غريبة، وحذرهم تحذير شديد اللهجة، اللي هيقرب من الصندوق أنا اللي هقتله بإيدي. ولو كل الكلام اللي قلناه ده كان بالنسبة لك شبه رعب، فالرعب الحقيقي هيبدأ دلوقتي. بدأ الرعب يدخل قلوب كل عمال السفينة لما الضباب بدأ ينتشر، ضباب كثيف جدا لدرجة إن هم ما بقوش شايفين بعض على السفينة، وريحة الضباب ده كانت كلها عفونة. واستمر الضباب في تغطية السفينة لدرجة إن هم ما بقوش يشوفوا إيديهم نفسها. وخوفهم هنا ما كانش من الضباب وبس، خوفهم هنا إن الضباب ده مش هيخلي أي حد يشوفه. أي سفينة معدية ممكن تبقى بصيص الأمل إن هم حد ينقذهم اختفى بالنسبة لهم. وفي ليلة أثناء الهدوء اللي هم عايشين فيه سمعوا صوت صرخة مكتومة، وتاني يوم الاتنين حراس اللي كانوا على الصندوق اختفوا بدون ما يبقى فيه أي أثر لاختفائهم، ولا أثر مقاومة ولا نقطة دم واحدة. لكن كان في حاجة ملحوظة جدا بالنسبة لهم، سلاسل الصندوق كانت مرتخية شوية. وهنا الخوف اتحول لبارانويا، وحرفيا بدأوا في مرحلة الجنون. البحارة بقوا يمشوا ماسكين سكاكينهم
وكل واحد بقى شاكك في التاني. وجاك العجوز اللي اتكلمنا عنه في بداية الحلقة ما كانش بينام حرفيا، كان بيفضل باصص للبحر الضلمة ويقول أنا سامعهم، هم تحت وبينادوا علينا. البحارة كلهم في الوقت ده بدأوا يقولوا إن إحنا بقينا نشوف خيالات بتتحرك، وخيالات عبارة عن كائنات بتتحرك. قالوا إنها أشكال شبه الزواحف مش أشكال بشرية. والأسوأ من كده إنهم بدأوا يسمعوا أصوات لحد بينادي في البحر. مرة يسمعوا صوت غنى جاي من تحت، شوية يكون الصوت جميل وعذب، وشوية يبقى الصوت مرعب. حاجة زرعت في قلوبهم الرعب لدرجة إنهم فكروا إنهم يرموا نفسهم في المية لمجرد بس إنهم يخلصوا من الرعب ده. في اليوم الخامس في منطقة الركود البحارة خدوا قرار، إحنا مش هنموت بالشكل ده ولازم نعمل حاجة. عملوا تمرد على قبطان السفينة ومسكوه بالفعل وكتفوه، وخدوا قرار إن هم يفتحوا الصندوق ده لعل يكون في شيء يحاول ينقذهم من اللي هم فيه. والكابتن مورجان في الوقت ده حذرهم تحذير شديد، إياكم تفتحوا الصندوق، لو فتحتوه اللعنة هتحل علينا جميعا. ما سمعوش كلامه في الوقت ده ونزلوا العنبر بالفعل. والجو تحت كان خانق جدا وريحة عفونة لا تطاق. وقفوا قدام الصندوق وفكوا السلاسل وكسروا الشمع من عليه وبصوا لبعض بخوف مين فينا هيفتح الصندوق. واحد منهم اتجرأ ومسك فاس من اللي في ايده وضرب على الصندوق واتفتح. والمفاجأة الصندوق كان فاضي، ولا لقوا ذهب ولا لقوا جثث ولا لقوا اي حاجه في الصندوق زي ما كانوا متوقعين. مفيش اي حاجه في الصندوق الا شويه ميه من البحر موجودين في اخر الصندوق. بعد ما فتحوا الصندوق طلعوا للكابتن مورجان وسالوه الصندوق فاضي، انت ليه كنت معين عليه حراسه وليه طلبت مننا ان محدش فينا يقرب ليه؟ قال لهم اللي حصل حصل، المهم نحاول نشوف طريقه نرجع بيها للبر. بعد شهرين عدت سفينه حربيه بريطانيه من منطقه الركود ولمحت السفينه الواقفه. وبعد ما وصلوا للسفينه شافوا المشهد اللي حير العالم لحد دلوقتي. الاكل موجود في السفينه كانهم كانوا لسه بياكلوا دلوقتي، وما لاقوش ولا مخلوق على السفينه. ما لاقوش غير دفتر تسجيل الرحلات اللي الكابتن كتب فيه تفاصيل كل اللي حصل على الرحله. في نهاية الدفتر كان في ورقة واحدة مكتوب فيها جملة بالخط العريض: لقد فتحوا الصندوق والآن البحر يطالب بنا، الأصوات لا تتوقف، إنهم قادمون من الأسفل. محدش عارف إيه اللي حصل في الليالي الأخيرة على السفينة في الوقت ده إطلاقا، واستمرت التساؤلات لسنين كتير. هل البحر فعلا في قوة خفية احنا ما نعرفش عنها حاجة، ولا اللي حصل على السفينة ده بين الطاقم الكامل كان مجرد خوف من العزلة اللي هم كانوا فيها؟ الناس دي قتلت بعض ولا رموا نفسهم في المية من الخوف؟ حقيقة الطاقم ده مدفونة دلوقتي في الأطلسي محدش يعرف عنها أي حاجة. انت من رأيك هل فعلا البحر ممكن يبقى فيه قصص زي دي نقدر نصدقها؟ أشوفكم الحلقة الجاية في حكاية جديدة مع الجرح. سلام.